تسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شايفين الشقة طبعا تحفة تحفة تحفة. زريبة زريبة بمعنى الكلمة. ليه انا يعني صممت ان انا اللي اقول الفيديو ده وان انا اللي اقول اللي بيحصل فيه، يعني بعيدا عن ماما. ليه؟ عشان هي طبعا معاها بنت، فهتقولوا فين البنت اللي معاها؟ ايه اللي خلى الشقة توصل لكده؟ انا هقول لكم. اولا عندي امتحانات، والواحد ما بيصدق يجيله امتحانات. عشان ايه؟ مش يذاكر عشان ينام وينتخ على السرير. كل الطلبات تبقى عنده، كل حاجة تبقى عنده. طبعا الفترة دي كانت ماما مش موجودة في البيت، فأنا طبعا ما قمتش عملت حاجة. وانتوا شايفين النتيجة الجبارة لعدم قيامي بالأعمال المنزلية، عشان تعرفوا إن أنا ليا قيمة اقتصادية وإنتاجية وكل حاجة في البيت. طبعا هي فرشة السرير ربنا يقويها ويعني يكرمها. زمان السرير ده بتاعي اللي انا بنام عليه، زماني خدت دعاء وطلع بصوا على عيني في الايه، في الجناي. انا عرفت انا ليه ما حلتش في الجناي بسبب الدعاء. الشاشه ايه؟ الشاشه كانت قافله، فتحت تاني. يا جماعه هي مع كل تنفيضه للسرير ده كانت بتدعي عليا، وانا واثقه من كلامي. ليه؟ لان السؤال الاجباري بتاع الجناي انا سبته. ودي يعني دي تبقى حاجه، دي حاجه كبيره بالنسبه ان انا نسيب سؤال. طيب، هي بتفرش السرير وبتدعي عليا في نفس الوقت، عادي خالص خالص. دي كل أحوال الأم المصرية. طبعا بعد ما فرشت السرير جميل جميل، وأنا فرشتي أحلى من فرشتها بكتير، بس يعني بعيدا عن أي حاجة. دخلت على سريرها، ده مش سريري، ده السرير أهو. إهمال، إهمال. إزاي تسيب سريرها كده؟ إزاي؟ بس هي ما كانتش موجودة، أنا اللي سايباه كده. بس أنا عندي امتحانات ومأنتخة، عادي. أهي بتفرش السرير وبتنفض. هي لو كنت انا ما يعني لو انا كنت قدامها كانت نفضتني بدل اللي بتنفضه ده. الحمد لله كنت في الامتحان. نفضي نفضي وطلعي غيرك، نفضي. مش قدامك، نفضي. امم هي نفضت، الحمد لله نفضت. وطبعا الهدوم دي برضه انا سايباها. كنت بناخد الحاجة منها ونسيبها. هنعمل ايه؟ عندي امتحان وجنائي، وكان قسمين، وكانت الدنيا متبهدلة. هنطبق انا هدوم ولا ان شاء الله يولع؟ والنبي ما قمتي من سريري ولا قمتي من على الكتاب ده، لو افترضنا ان انا ذاكرت اصلا. يلا مش مهم. اهي بتطبق يا عيني الغسيل وزمانة بتشرب. فين يا محمد؟ ليه محمد؟ عشان محمد متخصص غسيل. اهي، اهي بتطبق اهي. يلا ربنا يقويكي. يلا. خلصت التطبيق. طبعا شايفين الارض، يعني استغفر الله العظيم. دي ما حدش يعيش فيها يا جماعة. أنا ما كنتش باقعد فيها، أنا كنت بانزل تحت عند طنط اللي تحتينا عشان نقعد معاها كده والشقة بتاعتها نضيفة كده. أما دي أنا ما كنتش بقعد فيها، لأ. لما هي نضفتها بقيت أقعد فيها. أهي، أهي بتفرش السرير. وطبعا هكرر تاني، أنا فرشتي أحلى من فرشتها. بس أنا عشان عندي امتحان مينفعش نعمل حاجة يا جماعة، مينفعش. هيطلع عليا لو شلت مادة ولا بتاع. الحمد لله. يلا، أهي فرشت السرير. بس بأمانة السراير بتاعتها مسطرة، يعني محدش بيعرف يفرش زيها كده. يلا. وطبعا بوزي حبيبي كان واخد مكان اليوم ده، ان انا طبعا كنت في الامتحان، وقعد ينظف نفسه وبينظف معاها وبيساعدها. سايبالها ابني اهو، عايزة ايه اكتر من كده؟ اهو بوزي اهو، قاعد في الشمس بيشمس نفسه وبينظف نفسه. والراجل محترم، بكل فخر وعزة نفس سايبالها بوزي بينظف نفسه. اهي، وهي الستاير دي اصلا هي اللي عاملاها، فهي بتتفشخر بيها قدام الجماهير. مهم. يلا. بس طبعا هي خلصت الأوضة، والأوضة راحت من زريبة لمكان راقي يعيش فيه البني آدمين. الحمد لله. دخلنا طبعا. أنا اللي عاملة المحشي ده. هتقولوا لي ازاي؟ ما أنا حشيت في الجنائي. روحت لقيتها عاملة لي محشي. أنا حشيت كلام ليس له علاقة بالجنائي أصلا، يعني ملوش علاقة بالجنائي. روحت لقيتها عاملة المحشي. الحمد لله. إمم. بتعمل المحشي مجهود جبار. محتاجة تسقيف. يعني شُفت والله العظيم، والله، والله أول مرّة في حياتي ناكل محشي بالجمال ده. هي كانت عاملاه صوابع زي صوابع، صوابع زي صوابع بوزي كده. القط بتاعي يعني صوابع صغنّنة خالص كده، ورق العنب ده. رائع ورق جدا. عنب إيه، لأ ورق الكرنب ده.
والله كان تحفة. ورق صغنن يعني كان في صغنن خالص كده، كنت انا بنقي الصغير ده وباكله. كان طعمه حلو قوي الصراحة. يعني طبطب على قلبي بعد الجنائي، الله ياخد الدكتور اللي بيديني جنائي، بس هو لو سامعني الله يكرمك. الله يكرمك ويعمر بيتك يا بعيد، وتنشل ويخرب بيتك. يلا ندعو له ندعو له، حرام حرام. الله لا يعمر بيتك. اهو المحشي ده اللي طبطب على قلبي بعد الجنائي. جينا الطبق ده انا بنحبه، مش عارفه ليه بنتفائل بيه. يعني بتصب المحشي، يعني ما بنحبش، يعني ماليش في البتنجان يعني قوي. وهي عشان انا مش بقول لكم بتدعي عليا، عارفين لو ما كانتش بتدعي عليا كانت عملت لي الكرسي اللي انا بنحبها. اما انا عارفه ان هي بتدعي عليا ومش حباني، هي عامله لي بتنجان. يلا بتنجان اسود زي الماده اللي كانت عليا. وفي فلفل. هو ايه الاختلاف ما بين الفلفل والبتنجان؟ كلها سودة. يلا الكرنب اللي انا بنحبه اهو. بص اهي، بص وعامله لايك زي الفل.